ايه يا بنتي؟ انت ايه اللي يخرب بيت ابوك، انت ايه اللي جابك هنا؟ وحشتني، حبيت اعمل لك مفاجأة حلوة. حلوة طبعا حلوة. هو انت كنت رايح فين؟ انت كنت رايحة فين؟ انا كنت جايه لك. لا بعد ما تجيلي كنت رايحة فين؟ كنت رايحه القهوة. القهوة، يلا على القهوة. ايه ده؟ بس انا ما لحقتش انا هجيلك على القهوة يا عمر، انا عايزه اقعد معاك بس شويه. يلا هجيلك على القهوة. جو جو يلا على القهوة، على القهوة. حسبي دماغك والعمود. ماشي يا عمر. السلام عليكم. عمر، الحمد لله على السلامة. سوري ايه؟ يا تاني السفر ده طلع حاجة حلوة قوي، أنا هسافر كل يوم ما دام في أحضان كده. عمر، قلب عمر، عيون عمر، أخبارك إيه؟ عاملة إيه؟ أنا منيحة، وأنت؟ منيح، وحشتيني. أنت كمان. وأخبار شو إيه؟ شو؟ عشان شو دي جبت لك حتة هدية من مصر، يا رب تعجبك. ميرسي. أنت تفتحيها هنا، ما تستنى ما تفتحيها بيتكم. يا شيخة بهزر، افتحي. واو، عجبتك؟ كتير حلوة، بتعقد. طب الحمد لله، كنت حاطط إيدي على قلبي، كنت خايف يعني ذوقي ما يعجبكيش. كيف؟ أنت كلك ذوق. بقول لك إيه، هي سارة جوه في مكتبها؟ إيه هي جوا؟ طب خمسة أخش أديها هديتها وأرجع لك على طول. أنت جبت لها هدية؟ جبت لها هدية بس هدية عن هدية تفرق. يعني هدية سارة كده عشان المجاملات اللي عملتها معايا الست، إنما هديتك أنت يا شو حاجة تانية خالص. إيه ده؟ أنت زعلت ولا إيه؟ لا. لا من قلبك ولا بتاخديني على قد عقلي؟ لا عن جد لا. طب عشان تثبتي لي إن أنت مش زعلانة، هنتعشى مع بعض النهاردة في القهوة، ممكن؟ وحياتي. ممكن. أخش بقى أديها الهدية الرمزية الوحشة وأرجع لك تاني. فراستي. عمر، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لا تاني السفر طلع حلو يا جدعان. أكيد السفر حلو. أنا النهارده بس عرفت أول فايدة من فوائد السفر السبعة. واللي هي؟ اللي هي البوس والأحضان اللي إحنا فيه ده. والله أنت وحشتني. والله أنت اللي وحشتني أكتر. طب يلا تعالى. تعالي بس، رايحة فين؟ ده أنا بقالي فترة مسافر. وحشتوني. اتفضلي. إيه ده؟ ما أنا قلت بدل ما أخش عليكي بكيس برتقال أجيب لك هدية من مصر حلوة كده. طيب وتعب نفسك ليه؟ أنت ليه يا كده؟ نهار أسود يما. نهار أسود على حاصل. أسافر تاني ولا إيه؟ يلا تعالى اقعد. إيه ده؟ أنت مش بتاع الهدية؟ في البيت ولا أنت مستعجل؟ لا مش مستعجل، بس أنا عارف يعني إن وقتك ضيق وعلى طول مشغول. أنا قلت أجي أسلم عليكي وبعدين تحددي لي ميعاد أجيلك نتكلم في الشغل. أنت تيجي وقت ما أنت عايز. أنا مش عارف أودي جمالك فين يا سارة. هزعل لو قلت كده تاني. آخر مرة. طب أنا زعلت خلاص، ولازم تصالحني. أؤمر. نتعشى سوا الليلة. يا نهار اسود. برضو؟ مش فاهمة، أنت مش عايز؟ مش عايز ايه؟ هو انا طول؟ طب تحب تتعشى فين ولا أختار زي ما أنا عايزة؟ والله أكيد ذوقك هيبقى عظيم، بس يعني إن كان ولا بد تيجي نتعشى في القهوة عند حودة. أصل موعد ناس أروح لهم هناك. ناس مين؟ اللي موعدهم أروح لهم هناك. مش فاهم. يعني أنا وأنتي ومريم. أنت اتفقت مع مريم إمتى؟ أنا ما اتفقتش، أنا بس بقول طالما البنت قاعدة لوحدها وملهاش حد وكده تيجي تاكل معانا لقمة. هي هتيجي تاكل معانا لقمة، بس مين هم الناس اللي موعدهم هتروح لهم؟ خديجة؟ أو خديجة برضه، خديجة تيجي وسالم وسبوبة، يعني الفرقة كلها. بقول لك إيه، أنا هستناكي بره لحد ما تخلصي الشغل ونتحرك سوا. يلا. لا خدي وقتك خالص، أنا مش مستعجل، وبالمرة تكون سارة جاهزة. جاهزة لشو؟ سمعتني منيح. طبعا سمعت. لا أصل سارة لما عرفت إن أنت جاية معايا القهوة يعني قالت تيجي معانا. والله زي ما بقول لك كده. ألف هنا وشفا. صحة عليك وعلى يوم. يعني إيه؟
يعني بعتذر منك، بس ما رح أقدر شارككم سهرتكم السعيدة. انت قلبتي ولا ايه؟ لا ما في شيء، بس تذكرت إنه خيي زياد عنده فحص ولازم ساعده فيه. يلا بينا. أنا بعتذر منكم، بس مش رح روح معكم لأنه خيي زياد عنده فحص ولازم ساعده. على راحتك. يلا عمر. الو. الحمد لله انك صاحي، كنت خايف لا تكوني نمتي. ليش؟ يعني كان معايا حاجه كده ما عرفتش اديها لك في وسط الزحمه. ممكن اعدي عليكي ثانيه؟ حاجة إيه؟ انا لو ينفع اديها لك في التليفون ما كنتش هستأذن اعدي عليكي ثانيه. وبعدين دي ثانيه يعني مش هيحصل حاجه. طيب أوكي. ممكن بقى العنوان عشان اعدي عليكي بعد ثانيه؟ ايوه ايوه ايوه. طب افتحي بقى عشان انا وصلت. سلام. عن جد ثانية. ايه مفيش حمد لله على السلامه؟ مرة تانية؟ مره تانية انا هحكي. معقوله معقوله معقوله؟ وين الشيء اللي جايب لي إياه ونسيت تعطيني إياه؟ ما انا لسه مدور دلوقتي. شكلك ما سمعتنيش كويس. يا جماعه ما قلنا السفر ليه فوائد بقى. كنت هموت لما شفتش الضحكه دي النهارده. تفضل.